كونوا على ثقة. أقسم لكم والله أن أفاضل كبار من معممين ومن كتاب شيعة كبار لهم عشرات المؤلفات في قم جلسوا معي ساعات وهم معتقدون أنه لا إمامة سياسية. يقول ولكن نخاف شنو؟ نخاف نتكلم. مثل قضية الشعائر مولانا، انت تريد تتكلم ما تريد تتكلم اتكلم، اما تمس الشعائر هذا مس مو بالتوحيد، هذا مس بكذا وكذا امامكم. ولهذا تجدون هذه الظواهر الانحرافية في الشعائر مولانا يوم على يوم تزداد عندنا مولانا. اسمعوا انظروا الآن وبحمد الله تعالى. طبعا أنا بودي هالإخوة يلتفتوا، احنا قبل 3-4 سنوات في الكوثر قلنا وصرخنا على المؤسسات الدينية أنه الشعائر إذا لم توضع لها ضوابط يوما على يوم ماذا يصير بها مالا. شايفينها بعض الخلايا تنقسم، شلون تنقسم مولانا؟ تنقسم بمتواليات مو عددية، متواليات هندسية مولانا. يوميا عشرات الظواهر تطلع بعنوان الشعائر الحسينية اللي ما أنزل الله بها من سلطان، بل كثير منها إن لم أقل أكثرها، بل كثير منها مخالفة للضوابط الشرعية ومخالفة لسيرة أئمة أهل البيت ومخالفة النصوص القرآنية القطعية ومخالفة للأهداف التي من أجلها جاءت نهضة الإمام الحسين. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام استمر على بيعته لمعاوية، وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى